شايفين حلاوة الملوخية وجمالها؟ بصوا خضرها عامل ازاي، لونها مغيرش هو ولا حاجة، زي ما هي، مع انها بقالها حوالي 20 يوم في الفريزر. يعني انا عملت الفيديو مرضتش انزله، وقلت ايه، هستنى لما اطبخ منها عشان اصور معاكم اللقطة دي. عشان كده انا معتمدة الوصفة بتاعتي دي، ما بحبش اغيرها لانها ناجحة معايا زي ما انتوا شايفين كده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة احنا عاملين مخزنين الملوخية بطريقة سهلة وبسيطة جدا. الطريقة دي يا جماعة معايا بقالها سنين، انا معتمداها، ما حبيتش اغيرها لان هي ناجحة معايا. فانت لو حابة تعمليها بنفس الطريقة براحتك، حابة تجربي اي طريقة تانية من الطرق اللي على النت برضو براحتك اللي يريحك. انا قلت بس اشارك الفيديو معاكم، ولو حبيت تعملوها بطريقتي براحتكم. انا هنا معايا كيلو ملوخيه، قرطفته، وانا بقرطفه ما خليتش ايه العرق اللي هو بيبقى هنا ده كده زي ما انتم شايفين اهو. يا دوبك بس ايه بقطع الشوشه بتاعت الملوخيه من فوق اللي هي الحته اللي زي كده اهي، بقطعها زي ما هي كده بالشكل ده كده. اه، عشان تعمل لي ايه عرق، بس يعني عرق ايه بسيط، تكون الملوخيه كده ايه محمله شويه معايا. يعني انا من الناس اللي ما بحبش الملوخيه لها عرق وبتمط معايا كده جامد. لو انت بتحبيها بالشكل ده كده خلاص، وانت بتقرطفي الملوخيه سيبي فيها العرق بالشكل ده كده، هيعمل لك ايه، هيعمل لك فيها عرق جامد. تمام، هاخدهم بقى على الحوض هغسلهم غسله كويسه. بحطها بقى في طبق تحت الحنفيه زي ما انتوا شايفين كده، وامسكها ايه اغسلها، واطلع في مصفى زي ما انتوا شايفين بالشكل ده كده اهو. ويستحسن ان انت تجيبي الملوخيه وتعمليها طازه، يعني ما تسيبهاش تبيت عندك يوم واتنين. ولو فيها اي حاجه ورقه صفراء، ورقه لونها اسود كده، لو بيتت عندك ولا حاجه طلعيها منها. اغسلها مره كمان، انا هغسلها حوالي 3 4 مرات على حسب ما هلاقي الميه بتاعتها نظيفه. تمام، يعني انت اغسليها 3 4 مرات زي ما قلت لك كده، على حسب ايه، اغسلي على حسب ما هتلاقي الميه نظيفه معاكي. غسلتها بقى زي ما شفتوا كده 3 مرات لحد ما نطفت معايا. هنشفها بقى. فيه طريقتين بقى عشان تنشفيها بيوم. الطريقة الأولى اللي كلنا عارفينها، إن انت بتاخديها تفرشي ملاية أو فوطة، وتفرشي الملوخية عليها وتسيبيها ايه تحت المروحة كده لحد ايه، لحد ما اما تنشف تماما من المية بتاعتها. تمام. طيب، فيه بقى ايه طريقة تانية، ودي أنا بعملها. الطريقة التانية بقى عشان تنشفي بيها الملوخية، الطريقة دي سهلة وتوفر عليك وقت كتير. لا هتقعدي بقى تفرطي على ملاية وتسيبها بالساعات عشان تنشف والكلام ده كله، لا. هعمل بقى ايه، معايا هنا كيس خدادية زي ما انت شايفة بالشكل ده كده اهو. هعبي فيها الملوخية وهقول لك اعمل فيها ايه دلوقتي. الطريقة دي كانت معلمها لي واحدة صاحبتي، ام رانيا الله يمسها بالخير. هي اللي كانت قايلها لي عليها، بس بصراحة ايه لقيت الطريقة سهلة جدا يعني، وزي ما قلت لك ايه بتوفر عليك وقت كتير. هعبيها بقى في كيس الخدادية بالشكل ده كده اهو. هو الكيس نظيف، انا غسلاه ونظيف وزي الفل ما فيهوش حاجه، عشان ما حدش يقول بس ايه كيس الخداديه والكلام ده كله، لا. كيس نظيف وزي الفل. حطيتها في الخداديه بالشكل ده كده زي ما انتم شايفين، عبيتها كلها اهي. هعمل ايه، وهروح على المنشفه بتاعه الغساله واحط الملوخيه فيها بالشكل ده كده واشغلها. الطريقه دي بقى سهله جدا لتنشيف ايه الملوخيه، هتوفر عليك كتير زي ما قلت لك. نشفتها بقى في الغسالة وطلعتها زي ما انتوا شايفين بالشكل ده كده اهو. شايفين طلع ناشفة ازاي اهي. ولا اقعد استنى بقى انها تنشف وافرش على ملاية والكلام ده كله، لا. اهي زي ما انتوا شايفين اهي. اهي شايفين هي طالعة ناشفة ازاي معايا اهي، مفيهاش ولا نقطة مية اهي قدامكم اهي. انا لفيت عليها الغسالة مرتين، يعني لفيت المفتاح بتاع المنشفه لحد ما خلصت خالص، رحت جايه لفه عليها ايه كمان مره، فطلعت معايا بقى زي ما انتوا شايفين بالشكل ده كده اهو، ناشفه ما فيهاش نقطه ميه.
انا خرطتها بالمخرطه على الصينيه زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده اهو. لو انت حابه تعمليها في الكبه اعمليها براحتك، بس انا عن نفسي ما حبيتش الكبه. انا حبيت اجرب الكبه وعملت فيها شويه، شايفين؟ طلعتها لي بالمنظر ده كده، شكلها ما عجبنيش، وبيبقى لها عرق جامد قوي. بتيجي تعمليها كده بتبقى بتمط كده زي الجبنه الموتزاريلا. فانا بصراحه ما حبيتهاش بالكبه. انا متعوده على المخرطه وانا من الجيل يا جماعه اللي متربي على المخرطه. فانا خرطتها بالمخرطه، حتى شايفه لونها هي محتفظه بلونها كده ازاي. كمان هقول لك على معلومه تاني. اما تيجي تخرطها بالمخرطه، سواء بالمخرطه او في الكبه، كل ما تضربي فيها بتطول معاكي، بتاكسد منك، لونها بيغير، لونها بيغمق، بيسود منك. وانت ما بتلاحظيش الموضوع ده الا لما بتيجي تطبخيها، بتلاقيها في الشوربه كده لونها مش لونها اخضر كده وحلو، لا بتلاقي لونها غامق. يعني لما تقعدي تخرطيها، حاولي تفضي نفسك، يعني اعملي كل شغل البيت اللي وراكي، بحيث ان انت تبقى قاعده فاضيه لما تمسكيها ما تاخدش في ايدك 5 دقايق. تخرطيها بسرعه كده وتبقى ايدك شغاله بسرعه، عشان زي ما قلت لك كده كل ما تطول كل ما الملوخيه بتاكسد منك ولونها بيسود. معايا هنا بقى نص مج ميه وجايباها من الفلتر، ويستحسن يكون من الفلتر عشان خاطر زي ما انتوا عارفين ميه الحنفيه بيبقى فيها املاح وكلور. تمام، فده يعني مش احسن لمده صلاحيه الملوخيه معاكي. هحط فيها بقى معلقه سكر زي ما انتوا شايفين بالشكل ده كده، وهدوبها. دوبت معلقه السكر في الميه، هنزل بقى عليها بالشكل ده كده اهو. ميزه السكر هنا يا جماعه ان هو بيحافظ لي على لون الملوخيه، وبيخلي طعمها برضو حلو. في ناس بتحط بيكنج باودر، في ناس بتحط كربوناتو. الحاجات دي كلها ما الا بس ان هي بتدي للملوخيه عرق، مش بيحافظ على لونها ولا حاجه. معلقه السكر دي زي ماده حافظه للملوخيه، وبتحافظ على لونها. هقلبها بقى كويس بالشكل ده كده. انا عايزه الملوخيه كلها تشرب من شويه الميه ومعلقه السكر اللي انا حطيتهم لها. اهو بالشكل ده كده معايا اهي. هي بتبقى بالشكل ده كده. الطريقه دي يا جماعه انا بعملها بقالي سنين وناجحه معايا، عشان كده انا ما حبيتش اغيرها. هعبيها بقى في الاكياس بالشكل ده كده على قد الطبخه بتاعتي. بسويها بقى في الكيس بالشكل ده كده اهو بايدي، وبخرج كل الهواء من الكيس بالشكل ده كده اهو. وادي الملوخيه بتاعتنا بعد ما عبيتها في الاكياس. انا عبيتها في 3 اكياس، عامله كيس على قد الطبخه بتاعتي. انا مش مخزنه كتير لان انا ما بخزنهاش، ما بجيبش كميه كبيره واخزنها مره واحده. انا بعمل انا طول ما الملوخيه شغاله في السوق بجيب الكيلو اطبخ منه، والباقي بروح جايه عاملاه زي كده بالطريقه دي كده، واروح جايه حطاه في الفريزر. فبحول طول السنه بقى على الحال ده بقى كده، طول ما الملوخيه شغاله يعني موسم الملوخيه. فباجي بقى بعد ما بتخلص من السوق بكون بقى محوشه لي شويه حلوين في التلاجة. تقدري تعملي كده.